في المغربي، مشيرا إلى أن المغرب وإفريقيا لديهما الإمكانيات اللازمة لاحتضان كأس العالم. أعتقد أن هناك الكثيرين يظنون أن دعمي للملف المغربي راجع لكوني من بلد إفريقي، لكن في الحقيقة هناك أشياء أخرى، منها أن إفريقيا تريد الآن أن يتم تقييمها كباقي القارات، وهذا يعني أن المغرب لم يقل امنحونا شرف تنظيم كأس العالم هكذا فقط، بل أثبتوا من خلال ما عرضوه أن لديهم الإمكانيات اللازمة لاحتضان هذا الحدث الكروي الكبير، وأظن أن لدينا اللاعبين والتاريخ والقدرة على دعوة الجميع للحضور عندنا. نتوقع أن تكون نتيجة الاقتراع متقاربة للغاية، وسوف تعتمد النتيجة على التفاصيل الدقيقة. يمكننا أن نؤكد أن الأمر لم يحسم بعد، لا زالت أمامنا 24 ساعة من العمل الشاق من الجانبين لتأمين أصوات إضافية. هذا وحث الدولي السنغالي السابق الحاج ضيوف الاتحادات الإفريقية لكرة القدم لدعم ملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 مع اقتراب يوم التصويت هذا الأربعاء 13 من يونيو الجاري، معبرا عن الحاجة إلى دعم ملف المغرب ككيان قاري واحد. كأس العالم هذه ستكون خلاصا لإفريقيا، هي كأس عالم للأمل. إن كنت تتحدث عن كرة القدم فهي تأتي من اللا شيء، وكأس العالم في إفريقيا تعني أنها ستكون الفعالية الأكبر في كل دول إفريقيا. جميعنا يعرف كم يحب سكان القارة كرة القدم. تخيل كأس العالم في المغرب إذن. على إفريقيا أن تتحد قبل أي شيء، وأعتقد أن الفوز بهذا الملف للمغرب سيكون فوزا لكامل القارة الإفريقية، ولهذا نحتاج إفريقيا كاملة، خصوصا وأن أحدا لم يؤكد أنه لن يصوت للمغرب.